فابتديت وانا بشتغل بعد لما اتخرجت، اشتغلت في مجال الفنادق وابتديت ان انا اعمل موديلنج، على اساس ان هم ده ممكن تبقى بدايه ان حد يشوفني فيجيبني وجه جديد، ولكني كنت خاطئ جدا. وابتديت في وسط ده اعمل كمان اعلانات. فالاعلانات حاجه مختلفه تماما عن التمثيل، فابتديت ان انا اروح ورش تمثيل. فادتني جدا 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 جدا، على يعني ابتديت افهم يعني ايه شخصيه، يعني ايه عدسه، يعني ايه كاميرا. فابتديت اتطور، ولكن مش بدرجه كبيره طبعا. وابتديت اعمل ادوار صغيره مع مخرجين كان ليهم فضل كبير جدا عليا في الاول، يدوني ادوار صغيره. لدرجه ان انا في حاجه، انا اسف، في حاجه ما انساهاش، ان انا من كتر ما انا كنت بسعى، انا مره رحت خبطت على الاستاذ جمال عبد الحميد، وهو كان تقريبا بيعمل مونتاج في جاردن سيتي، انا فاكر يعني في تقريبا في شارع معمل السكر كمان. ورحت خبطت عليه علشان فتح، وقلت له عايز اقابل الاستاذ جمال، وقلت له يا استاذ جمال انا عايز امثل. الراجل كان في منتهى الكرم والذوق والمحبه، اداني دور صغير في مسلسل زيزينيا. وانا لحد النهارده والله انا ما انساش ابدا اللي عمله معايا ده، من واحد ما يعرفوش بيخبط عليه في الباب، وهو اكرمه باخلاقه واكرمه بادبه. عشان كده لما بتمر الايام وبقابل حد في الشارع وبيقول لي انا عايز امثل، انا بفتكر ده،